هذا سايق مال طالبة قرر يشرب هاي الطالبة بنوم وياخذها ويشرد. وشوف صار لهذا الولد قصة راح تخليك تحترم البنات الشريفات، فحط له لايك ومتابعة. هذا الشاب يقول جابوا له خط مال بنية، هاي البنية الحجاب والثقل والعباية، ويقول بدون مكياج، هاي البنية ضاوية، يقول سبحان الله على الجمال شايلته. فيقول دائما لما تقلدني مجرد اسلم عليها واخذها واجيبها. يقول بقيت وياها 5 اشهر، يقول حاسدين كل الخطوط اللي وياي بهاي الثانوية على جمال هاي البنية وحنكتها. ويقول البنية دخلت بالي، يقول صارحتها اكثر من مرة، قالت لي بعد ما اجي وياك نهائيا اذا تحكي هذا الموضوع، انا بنية بتعالم وناس واروح وارجع بدربي، واذا ابطل من عندك اهلي يفكرون غير شي ويصير لك مشكلة ويصير له مشكلة، فراح امشي وياك بس هاي السنة على مود الله سبحانه وتعالى ياخذ حقه من عندك. فيقول نرفزتني، ويقول يوم من الايام قررت ان اخلي له حباية منوم، يقول بالبطل مالت المي. فيقول جبت بطلين مي باردات وصادفها الظهرية وقلت لها هذا مي شربي، وما قبلت تشرب. ويقول يعني بعد سوالف وكذا يقول شربت المي. يقول من شربت المي البنية فقدت ونامت، يقول حباية من هاي 10,000 دينار. فيقول أخذت البنية وطلعت المكان مهجور، ويقول هذا البستان على شط وما حد يوصلنا. ويقول البنية صارت قدامي، بس يقول كل ما تقرب على البنية تخوف. يقول البنية شكلها مو بشر، قامت البنية من تقرب لها تلعب روحي، أخاف أن يقول ما أقدر ألمسها. يقول يا رب شنو هاي الحيرة اللي صارت بيه. فيقول بقيت موقف كلش محرج. ويقول هنا قبل والربع ساعة رجعت البنية، يقول والله ما لمست من عندها شعراية. يقول رجعت بيها للبيت مالتهم، عمي العقولي بتكم فقدت ووقعت. ويقول أخذناها للمستشفى وقالوا البنية ما ماكلة، ويقول المستشفى طوارئ وكذا ما حسوا ان البنية شاربة منوم. فهنا يقول أنا كلش خفت. فيقول قلت خلنا نصلح على الغلطة مالت البنية جميلة جدا، بس من حاول اتقرب من عندها صارت لي كارثة. فيقول جبت امي وجبت ابوي وقررت ان اخطب هاي البنية. ويقول اول ما رحت اخطبها يقول اهلها ناس يعني جدا طيبين، قالوا عم احنا نعطيك لان انت صار لك سنة صاينها وما يوم البنية اجت وحكت عليك كلام مو حلو. وسألوا البنية، ويقول البنية وافقت بيه. ويقول البنية صارت خطيبتي وانا اخذها واجيبها، ويقول مخليها بين عيوني. ويقول بذيك الساعة عرفت الله سبحانه وتعالى نقذ هاي البنية من عندي ولازم تصير الي بالحلال. ويقول صارت عرضي ومستحيل يقول اباوع لبنية ملتزمة شريفة محنكة لابسة العباية، لان الله سبحانه وتعالى ما راح يسامحني. فشنو رأيكم بقصة هذا الولد؟